كان الموقف يعني في مع وفي ضد. اما بخصوص قصه كهربا ف اذعناها وقلنا راينا، وبرضو الناس بقى بتقول لك ان ليه ما قلتش شيكابالا؟ انا قلت شيكابالا كتير قوي، والناس تقول انه انت مالك بيه ومش عارف ايه. يعني ما تزعلوش، بس يعني لو حاجه ليها ممكن يتقال فيها راي واحنا عندنا راي فيه ممكن نقوله بعد عرض المعلومه. طيب ماذا، سيبكم مني بقى انا مش مهم، ماذا عن موقف الزمالك اللي تقدم بشكوى الى رابطه الانديه علشان عايز شيكابالا او عايز كهربا يتعاقب؟ مبدئيا هو ارسل الطلب بالفعل قبل ارسال المذكره غدا. يعني تم التواصل مع رابطه الانديه واتقال لهم من جانب نادي الزمالك لو سمحتم احنا عايزين نقدم شكوى ضد كهربا، وادي الشكوى بتاعتنا نصها اهو، وادي الفيديوهات اهي. واتبعتت رسائل بتحمل الفيديوهات اللي بيرى الزمالك انه كهربا اساء للزمالك فيها. فالقصه رد الرابطه ايه؟ رقم واحد، تمام استلمنا هذه الشكوى، ولكن الرابطه مش هي اللي ممكن تعاقب شيكابالا. ليه؟ لانه طبقا للائحه رابطه الانديه ولائحه المسابقات الخاصه برابطه الانديه لا تعاقب الا طبقا لتقرير حكم المباراه، لتقرير مراقب المباراه، لاحداث المباراه طبقا للبث التلفزيوني او الفيديوهات الرسميه اللي نقلت بها المباراه. وما حدث من كهربا كان بتليفون موبايل بعد المباراه. اذا هل كده مفيش عقوبه على كهربا؟ هل انتهى الامر؟ لا. اذا احنا كرابطه استلمنا الشكوى ونقدمها الى لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم كي تدرسها وكي تصدر قرارا بشانها، اما بقى عقوبه واما لا. الفيديو ده شايفين ان هو غلط اساسا، الفيديو شايفين ان هو ما فيهوش خطا، ما فيهوش خروج عن النص ايا ما كان رؤيه لجنه الانضباط اللي هتدرس الشكوى، والان وصلت اليها هذه الشكوى. الزملكاويه بس الناحيه الثانيه عشان نسيت كانوا زعلانين من ايه؟ زعلانين عشان قلت ان كهربا رد في الملعب، رغم ان انا ما قلتش ان هو هربان يعني وانه اتوقف 6 شهور. لكن انا مش لازم كل مره اجي اتكلم عن كهربا اقول الهارب الهارب الهارب، دي خناقه يعني مش بتاعتي. هو كهربا محكوم عليه بانه اخطا واخل بالتعاقد، وعلشان كده اتحكم عليه من جانب الفيفا والمحكمه الرياضيه. فانا مش لازم بقى ان انا كل ما يحصل حاجه اروح اطلع اقول يا هارب يا هارب، ما بنعملش كده احنا. كهربا أخل بتعاقده، فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك فعوقب. العقاب الأولاني الغرامة لم يسددها، الإيقاف انتهى أول إيقاف فبيلعب. فأنا بتكلم على لعيب كورة دلوقتي، بتكلم على لعيب كورة، ما طلعتش قلت إن كهربا ده اتظلم وكهربا مش عارف إيه. فيعني بس كده نخش على اللي بعده. تصريحات رئيس نادي الزمالك، ماذا قال في المؤتمر الصحفي أيضا؟ قال أطالب محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض المعار للاتحاد غدا، خاصة أننا أعرناه إلى النادي السكندري مجانا، وسنعيد المبالغ التي حصل عليها محمود علاء من الاتحاد على أن يعود اللاعب للفريق في يناير الجاري. واتكلم بعدها على أنه سيتم عمل صفقات جديدة في الفترة المقبلة اللي هي الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة. تعليق سريع. رقم واحد، تواصلنا مع مصدر في نادي الاتحاد وسألناه هل هناك نية لإعادة محمود علاء إلى الزمالك وإعادة الزمالك للأموال اللي ممكن يكون خدها مثلا في إطار هذه الصفقة، بما أنه قال كده رئيس نادي الزمالك النهاردة. فكانت الإجابة اللاعب أهي صورته، هو بيتمرن النهارده، عنده ماتش بكره خلال ساعات يعني مع حرس الحدود، واللاعب مكمل معانا. وبالمناسبه يا برنامج الماتش، اللاعب كان تنازل عن 4 مليون جنيه من مستحقاته لنادي الزمالك كي ينتقل على سبيل الإعارة، وبالتالي اللاعب نفسه متنازل عن فلوس، وبالتالي لا نية لدينا في إعادة محمود علاء قبل نهاية هذا الموسم إلى نادي الزمالك. لكن الزمالك اتكلم في أنه هيعمل 3 صفقات. بشكل طبيعي بتسأل إيه هم ال3 صفقات؟ لكن بشكل طبيعي قبل الكلام عن ال3 صفقات، هو أساسا ليه بالوصول إلى يوم 22 يناير لم يبرم الزمالك أي صفقة حتى الآن؟ دي نقطة من النقاط المهمة جدا اللي أكيد لها أثر في نتيجة الزمالك الصعبة اللي خسرها بالأمس أمام النادي الأهلي. في تأخر طبعا في ملف الصفقات، تأخر واضح،
لأن الفريق بيمر من بداية الموسم بمرحلة عدم اتزان، ومستويات اللاعبين ليست هي الأفضل. والراجل لغاية دلوقتي عمال يجرب لعيبة ويجيب ده يمين ويجيب ده شمال كما يقول رئيس نادي الزمالك، لكن ليه؟ ما هو علشان لم يقتنع بمستويات اللاعبين، وحاجات بتبان قدامنا احنا بقى على مستوى المهاجم وعلى مستوى الجناح وعلى مستوى خط الوسط على مستوى رقم 8. ففي مشاكل واضحة، ده غير صفقة زكريا الوردي اللي جت ومشيت بعد شهر ولعبت بس 3 مباريات مع الزمالك، منها واحدة ودية في أمام الهلال السعودي في كأس لوسيل. فملف الصفقات فيه مشكلة، أزمة مالية بقى ولا مش مالية، لا، في مشكلة واضحة على مستوى قوام الفريق، على مستوى الانضباط. بما انه رئيس نادي الزمالك اتكلم النهارده في ان بعض اللاعبين غير منضبطين، ما دي مشكله برضو. مين اللي يحل المشكله دي؟ هو ده واضح، ودي طبقا للمعلومات اللي بتجيلنا من وقت للتاني، واضح ان الفرقه فيها عدم انضباط. المشكله دي إيه اللي يحلها؟ امير مرتضى منصور بكل تاكيد هو دوره الابرز، كابتن اسماعيل يوسف اللي اضيف الى الجهاز الفني او الاداري، وفيريرا لازم يتساب له الشغل الفني. وبناء عليه صفقات الزمالك ايه هم ال3؟ راحت إبوكا، وده الزمالك ما كانش متمسك قوي بيه، كان بيتكلم عليه لكن كان حاطه اختيار تاني او تالت بالمهاجمين. الزمالك عايز ناصر منسي، وفيما يخص ناصر منسي باعتباره مهاجما ممكن ينضم دلوقتي، كان لسه راجع من إصابة، سجل هدف وساهم في آخر في مباراة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية. فالزمالك بيكثف المحاولات لضم ناصر منسي كما كثفها في الصيف الماضي. ولكن ماذا عن موقف البنك الأهلي؟ البنك الأهلي بيقول حتى الآن لم يصلنا عرض رسمي، لما يجي لنا عرض رسمي من نادي الزمالك هندرسه ده سواء بقى في القيمة المالية المقدمة إلينا من نادي الزمالك أو اللاعبين اللي ممكن الزمالك يدهم لنا ضمن هذه الصفقة، سواء على سبيل الإعارة أو على سبيل الانتقال النهائي. وبالتالي ترك البنك الأهلي الباب مفتوحا، لكنه لم يغلقه ولم يقبل بالعرض حتى الآن، هو مجرد أتاح التفاوض بخصوص مهاجمه هداف الفريق حاليا. نكمل التصريحات سريعا جدا. أطالب الجماهير بدعم الفريق ومساندته، خاصة وأن النادي سبق وحقق العديد من البطولات بنفس المجموعة الموجودة من اللاعبين. دي رسالة مهمة. فيريرا مدرب بيعاند، ماشي بدماغه ولا يستمع لأي شخص، دي رسالة مش مهمة قوي. لم أتدخل في عمل فيريرا ولم أتدخل في التشكيل، يوجد لاعبون ليسوا منضبطين داخل الفريق، تم توقيع عقوبات على لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الأهلي، قد تكون دي مهمة، معلومة مهمة جدا. محمود الونش سيعود خلال أسبوعين بعد تعافيه من إصابة الركبة. طيب، ده بخصوص نادي الزمالك المقبل على مواجهة غزل المحله.